ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح كده بالليل كنت عملت شويه قراقيش كده ساده او حطيتها في العلبه دي. هو كيلو دقيق واحد اللي عملته. قلت ايه ساعه ما اقوم كده عملت العيال كوبايتين شاي بلبن، قلت يفطروا بيهم بقى، ما هو طالما في قراقيش يبقى في فطار شاي بلبن وقراقيش. او في العشاء كمان. مش هنعمل بقى سندوتشات، معلش. مفيش سندوتشات بقى وراهم في المطبخ، في قراقيش وفي شاي بلبن. هبقى انزل لكم الطريقه بتاعتها. يعني لو ما كانش النهارده يبقى بكره بكتير يعني. بس هي كانت كيلو قراقيش، يعني كيلو دقيق واحد عمل ما شاء الله كميه كبيره. العلبه بتاعت التلاجة دي كبيره. علبه كبيره مش صغيره، لا الكيلو بيرمي كتير. يعني الكيلو دقيق بيرمي كتير. عمل 3 اطباق كبار هتشوفوهم وانا بوريهم لكم في الفيديو. دخلت كده بعد الفطار بقى، قلت اعمل لهم الغدا. حمرت كده بصلايه، كنت هعمل رز اللي هو العدس الاصفر ده. كشري اصفر. انا باقي عندي من امبارح 3 4 اطباق كده عدس، 3 4 اطباق مش حاجه صغيره. يعني قلت ايه اعمل معاهم بقى اللي يليق عليهم الرز اللي هو بعدس ده، فكله عدس. بيقول لي ما هو مش امبارح كان عدس والنهارده عدس. قلت لهم اه ده عدس النهارده، وهكتر لكم فيه العدس كمان. يعني مش هيخلي كانه رز بعدس، كانه عدس برز. عشان تاكلوا بقيه العدس كمان اللي باقي النهارده، اللي كان باقي امبارح، عشان ما ارموش بقى. انا لو عملت اكله تانية النهارده مختلفه مش هياكلوا العدس، ويفضل في التلاجة مثلا كمان يومين ولا حاجه وهيترمي في حرام. فعملت بقى شويه العدس ده بس معاهم الرز بعدس ده، وقريت بطاطس مع الحاجه وخلاص. و كنت بعت جايبه الحاجات دي لسه. بطاطس ب10، الخيار مش عارفه ليه ب25 جنيه، مع انه مش صغير قوي زي اللي بالك فيه. والبطاطا ب10. جبت 2 كيلو بطاطا، جبت كيلو خيار، 3 كيلو بطاطس. الخيار هو اللي غالي، مش راضي يرخص يعني. كل مرة يعني كل الحاجة بترخص. البطاطس رخصت يعني، بس البطاطس المرة اللي قبل اللي فاتت دي كنت جايباها بالكيلو وربع ب10. دلوقتي بقت الكيلو بس ب10. بس بتاعت الكيلو وربع ب10 دي كان أكتريتها مش حلوة في التحمير. دي حلوة في القلية يعني. بتاعت البطاطس دي حلوة، بتطلع كويسة. بتقرمش وبتبقى حلوة. انما الخيار يعني ما اخر مرة كان ب15، النهاردة ب25. اخر مرة دي كانت لسه من 3 4 ايام، انا كنت لسه موريها لكم. كانت ب15 جنيه. النهارده ب25 جنيه. بس برضه انت كده كده بتجيب الحاجة بقى، ما عشان خاطر العيال تعملي طبق سلطة، تعملي معرفش ايه كده. قلت بقى مع الرز بعدس ده انا بحب اعمل معاه البطاطس المقلية. اللهم صل على النبي. بسلق بيض ومعرفش ايه، بس انا ما سلقتش بيض لان في عدس. في طبقين العدس اللي باقيين، انا بقول لك ان انا هغرفهم لهم، ما رضيتش بقى اسلق لهم البيض عشان ما تبقاش الاكله كامله ويسيبوا ده. قلت خلاص هقلي بطاطس وخلاص معاه واعمل سلطه وكده. والمهم يعني ان انا عملت السلطه. ونسيناها على الاكل، حتى هتشوفين وانا بخرطها دلوقتي، ونسيت خالص اطلعها على الاكل. انا قاعده ساعه الاكل عمال اقول الاكل ده ناقص حاجه، الاكل ده ناقص حاجه. مش في دماغي، ما افتكرتش السلطه غير وانا بغسل المواعين يعني بعد الغدا. اما غسلت المواعين وكده افتكرت ان انا كنت عامله سلطه في التلاجة. خلاص مش مشكله بقى، ناكلها بكره او حاجه. الجو برد، مش هيجرى لها حاجه يعني، مش هتبوظ ولا حاجه يعني. في الجو ده هي كويس. اهي قعدت بقى خرطتها والاخر نسيتها زي ما بقول لك ايه، ما جبتهاش في الغدا. عاوزه اقول لك النهارده العيال عملوا حاجه بسطوني جدا جدا، هتشوفي حته صغيره منها في اخر الفيديو. النهارده انا عيد ميلادي. 1/1، بس انا مش بعمل حاجه. يعني مش في بالي بقى ان هم عايزين حاجة او يعملوا حاجة او كده. زي ما بقولك انا لو في بالي كنت عملت حتى كيكاية واحدة. يعني ما انا بعمل كيكة كتير وبعمل حلويات كتير، بس انا ما عملتش حاجة. انا كنت عاملة بس القراقيش دي بقولك. فلما يكون في حاجة ما برضاش اعمل حاجة تانية علشان ما يركنوهاش يعني، حاجة تتاكل. اما تخلص اعمل غيرها وكده. فمش في بالي بقى ان انا اعمل حاجة. قلت كده كده بالليل لو عوزنا حاجة احنا بنجيب شوية قراقيش مع شاي بلبن مع نسكافيه مع كابتشينو. اللي عايز يشرب حاجة يشربها كوباية شاي كده مع الحاجة دي. ما برضاش يعني مثلا مع دي اعمل كمان كيكه او حاجه علشان ما تتركنش. قررت بقى الاول عملت السلطه كلها. طماطم، خيار، جزر. فلفل. حطيت عليها ليمونه، ما حطيتش الملح بقى. انا كنت ركنت الرز شويه لان احنا ما كناش هناكل في نفس الوقت. على ما خلصت كده وجينا هناكل. سخنته بس كده، ولعت النار. الرز يسخن بس سنه لان انا كنت طبعا ركنته وكان بارد. وغليت الميه وحطيتها عليه. اللهم صل على النبي. فلو كان في بالي ان هم يعني في دماغهم العيد ميلاد او كده كنت عملت لهم حاجه، حتى تشيز كيك، جلاش. حتى أنا عندي جلاش في الفريزر، عندي الحاجات دي وعندي حاجات التشيز كيك. عندي الحاجات دي، بس ما كانش في بالي ان انا اعمل حاجه، لان بقول لك انا مش يعني مش بحتفل بعيد ميلاد او كده عادي يعني. ممكن ساعتها لو مصادفه ان انا هعمل تورته او جاتو، كيكه او اي حاجه كنت عملت. ما عملتش حاجه بقى اوريك المقطع في اخر الفيديو. انا كنت جايبه قالب زبده عماله اخد منه كده كل شويه، وكان بيضايقني في التقطيع كل شويه اخد منه يتكسر. لان بيبقى لسه جامد يعني، بيطلعه من الفريزر جامد. فطلعته كده يفك وبيغيب شويه عم يفك لان هو قطعه كبيره على بعضها. قلت اما اقطعه شويه مكعبات كده احطه في علبتين كده جنبي. في الفريزر. اسحب منهم يعني لما احتاج اخد مكعب مكعبين زي ما احتاج. لان لما بتطلعيه كده وهو على بعضه وتقعدي تقطعي منه بالسكينه كده بيتكسر معاكي، ما بيطلعش مكعبات. بيتكسر، ممكن تاخدي حته كبيره، ما بتوسطنيش بقى ايدك ولا حاجه.
فهو كده ساعة ما تجيبيه كده سيبيه بره يفك يعني، يبرد. هم هياخد وقت كتير على فكرة على ما تعرفي تقطعيه كده، لانه بيبقى جامد قوي لان قطعة كبيرة على بعضها فماسكة في بعضها. فانت هتبقى سيبيه بره لحد ما تحس ان هو خلاص، يعني تقدري تمشي فيه السكينة. كان لسه برضه جامد معايا هنا سنة صغيرة. تقدري تمشي فيه السكينة كده وقطعي بقى المكعبات زي ما تحبي. تاخدي بقى مكعب العلي يقلبيه بيضة، تاخدي مكعب تعمليه مثلا على طبق فول، تاخدي مكعب مثلا انت عاملة محشي بتحبي تحطي على وشه مكعب زبدة، بقى في اخر الرز تحط مكعب زي ما تحبي بقى. بس ايه، تاخدي حلويات هتاخدي مكعبين ثلاثه، تبقى انت عارفه انت بتحطي ايه بتشيلي ايه، بدل ما بتبقى على بعضه. بقولك انا بقى بتاخدي كميه، بتاخدي قليل ما بتبقيش عارفه انت بتاخدي ايه، والقلب كده على بعضه. مؤخرا يعني بقيت اعمل الحركه دي، ما كنتش بعملها في الاول بس عرفت قيمتها. يعني لما باجي اخد ويتكسر واخد كتير او اخد شويه، لا عرفت المكعبات دي انا عايزه اخد قدامي المكعبات، اخد واحد اخد اتنين اخد تلاته، هي قدامي انا عارفه المكعب قد ايه، عارفه المكعب. يعني المكعب ده مثلا تقلبيه بالطين حلوين، تحطيه على طبق فول حلو. انت مثلا بتبقى حاطه نقطه زيت في الاول او كده عشان طبعا الزبده ما تتحرقش منك، فحلو الكميه دي حلوه. عامله المحشي حطيت على وش على وش كل حله مكعب كده او مكعبين زي ما تحب على حسب المكعب، مثلا انت قطعاه قد ايه. ده اللي هو الفرن، على حسب مكعب انت قطعاه قد ايه بيبقى حلو معاكي وبيدي ريحه وكويس على فكره. زي الزبده النيوزيلندي مش وحش ولا حاجه، هو كويس. الزبده النيوزيلندي غاليه قوي، فيعني اللي مقتدر يجيبها عادي، اللي مش مقتدر القوالب دي حلوه، الفرن والكريستال كل القوالب دي حلوه. عملوا العلبتين دول وانا كنت واخده منه، يعني انا كنت واخده منه قبل كده. انا بقى كان الاكل خلص غرفته لهم، حطيت لهم كده طبقين رز من ده، طبقين صغيرين العيال بس احنا بس اللي كنا هناكل، ما كانش حد معانا. قالت طبقين البطاطس دول، حطيت طبقين من شوربه العدس، لا مش شوربه يعني، اللي هو العدس اللي هو فيه شعريه. حطيت طبقين منهم بقى، كان باقي حبه من سلطه البطاطس بتاع امبارح، حطيتها لهم مع العيش اللي هو بتوم ده اللي انا عاملاه في الفرن بيحبوه، بياكلوا العيش المقرمش مع ده. هنا بقى وانا حاطه الاكل انا حاسه ان الاكل ناقص حاجه، انا عارفه ان في حاجه ناقصه. فافتكرت بقول لك وانا بغسل المواعين ان السلطه، انا ما طلعتش السلطه لان انا عارفه ان الرز اللي بعدس ده احنا بنحب ناكل معاه السلطه، بيبقى حلو مع السلطه والبطاطس المقليه، هو حلو كده. ولو عملت بصله في الاخر كده وحطيتها فوق بتبقى حلوه. انا بس ما بحطهاش بس عشان العيال مش بياكلوها، فعملتها في الاول بقى هي متداريه مش باينه. انما لو حطيت بصله شوحتها كده بمعلقه سمنه وحطيتها على الوش بتبقى حلو. دي بقى ايه لقطه كده من العيد ميلاد في الاخر كده زي ما بقول لك. الجو بتاع اللي بيفرقع ده، انا اول ما دخلت كل همي ما بصيتش على حاجه، اول ما دخلت قلت هنكنس الارض ازاي. فقلت لي هما هنعمل مكنسه، شوفوا بقى هم عاملين معلقين البلالين والحاجات دي. والله 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 انا لا طلعت ولا شفتهم عاملين ايه. انا بقول لك هي قالت لي تعالى ما نطلع فوق يا ماما شويه، انا بقى اليومين دول انا تحت طول النهار، فتعالي يا ماما نطلع شويه. قلت لها في ايه؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش في ايه، انا والله دخلت اتفاجئت باللي هم عاملينه وجايبين الحاجات دي، هم فتحوا الحصالات بتاعتهم. انا بس حبيت اوريكي، هو مقطع بسيط، انا مش عامله حاجه ولا عيد ميلاد ولا حتى بقول لك عامله كيكايه ولا اي حاجه. قلت لهم طب خلاص اجيب العلبه بتاعه القراقيش احطها جنب هنا. انا انبسطت منهم لان هم فكروا من نفسهم، حتى باباهم ما قالهمش حاجه، هم فتحوا الحصاله بتاعتهم. كل واحد عامله لها حصاله يعني، فتحوا الحصالات بتاعتهم، مكه كانت بتشيل الشوكولاتات اللي هم جايبينها تديها لي. فتحوا الحصالات بتاعتهم، جابوا منها الحاجات اللي هم جابوها دي، ولا انا قلت لهم ولا هم قالوا لي هنجيب ولا هم قالوا لي حاجه، ولا انا عارفه ان هم هيجيبوا حاجه بسيطه حتى. كنت جبت لهم حاجه حطوها مثلا على الترابيزه، حتى لو انا ما كنتش هعمل كنت اشتريت تورتيه حتى صغيره، اصغر حاجه دي اللي احنا مش بنحب بس الحاجات دي من بره. فكنت اشتريت حتى اصغر واحده. كانوا عاملين لي جايبين لي كمان كروت، فكروا كمان ان هم كل واحده جابت كارت وكتبت عليه بحبك يا ماما والحاجات دي وكل سنه وانت طيبه. حتى الكروت ما نسوهاش، البلالين جايبينها بقى بالكتابات اللي عليها، بقى انا اللي مختاره يا ماما اللي هي انت حبيبتي كل سنه وانت طيبه، كل واحده مختاره حاجه حتى من البلالين. جابوا كل واحده بروازين مش عارفه ليه براويز. جابوا كل واحده مش عارفه تقريبا 3 شوكولاتات 4 حاجات كده، شوكولاتات يعني على قدهم. دي مكه كانت بتاخد الشوكولاته بتاعتهم تديها لي. وجابوا ده كارت رماس. وجابوا لي كده مصحف صغير هتشوفيه دلوقتي برضو، مع مجسم الكعبه صغيره كده، عقبال يا رب ما نروح ان شاء الله احنا وانتم جميعا. وكانت جايبه لي، عارفه ان انا بحب البخور، فكانت جايبه لي علبه كده بتحط فيها البخور. دي كده علبة كده فيها قطعة كده، الفاضية دي بتحط فيها مثلا قطعة البخور اللي هي بتولع دي، أو بتحط فيها الفحم وفوقها البخور زي ما بتحب بقى. في قطع بخور كده هبقى أوريها لك أنا بجيبها، مكعبات كده. وجايبين لي علب من دي حاطين فيها دبابيس. وجايبين علبة تانية جايبه لي فيها خاتم صغير كده، انا سرحت لكم المقطع لان انا بقولك انا مش عامله فيه حاجه، بس حبيت اوريه لكم بس لان هم فرحوني بيه، حبيت برضو افرحهم. واوريه لك معايا يعني. كانت جايبه المحبس الصغير ده جميل والله تحفه، فيه فصوص كده عامل زي الالماس جميل. بس انا انبسطت منهم وفرحت بيهم وقلت لهم هوريهم والله اللي انتوا عملتوه كل حاجه، بسطوني فرحوني. قعدوا شغلوا اغاني بقى وحاجات من دي وانبسطوا، وكاننا عاملين حفله كبيره يعني. انا والله يا ريتني كنت عارفه ان هم عايزين يعملوا حاجه من دي، كنت عملت لهم جاتوه ولا كنت عملت لهم اي حاجه، حطوها هنا مع الترابيزه واحتفلوا بقى كان طالما هم عايزين يحتفلوا. بس انا انبسطت بيهم حبيت اوريها لك. يعني لو اي حد من عيالك، حتى انت لو حتى عيد ميلاد حد وانت مش عايزه مش قادره تجيبي له حاجه او في مقدرتك تجيبي له حاجه، ان شاء الله حتى لو جبت له شوكولاته منهم 10 جنيه،
بس ما فيهاش اي حاجه. مجرد بس ان هم افتكروكي او قدروكي او في بالهم بس ان هم يعملوا لك حاجه وعارفين ان الحاجه دي هتفرحك، دي حاجه بسطتني وساعدتني جدا، اكتر من لو كانت حفله عيد ميلاد كبيره، لان ولادك هم اللي عاملينها لك، معهمش حد كبير ولا حد وجههم ولا اي حاجه. فبجد شكرا ليهم، انا مبسوطه منهم وانا بشكرهم قدامكم هم، علشان هم عايزين يعرفوا ان انا قلت لهم ايه. بجد شكرا ليهم. شكرا ريماس وشكرا ريتال.